يمكننا إنشاء شريحة جديدة بسهولة داخل طريقة العرض Outline View، ويقوم البرنامج بإنشاء الشريحة الجديدة مباشرة أسفل الشريحة المختارة حاليا. فنقوم باختيار الشريحة التي نريد إنشاء شريحة أسفلها، وذلك بالضغط على رقم أو رمز الشريحة. ويتم إنشاء شريحة جديدة بطريقتين، إما بفتح القائمة المسدلة Insert واختيار New Slide، أو بالضغط على مفتاح New Slide من الشريط Formatting Toolbar. كما يمكن أيضا إنشاء الشريحة بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن في أي موضع داخل هذه الشريحة، ثم اختيار New Slide من القائمة المختصرة التي تظهر، فيتم إنشاء شريحة جديدة أسفل الشريحة المختارة. ويقوم البرنامج بإعادة ترتيب الشرائح داخل العرض. كما يتم فتح اللوحة Slide Layout، حيث يمكننا تغيير التخطيط المستخدم لهذه الشريحة باختيار أحد التخطيطات الموجودة في الجزء Apply Slide Layout، أو نترك التخطيط الافتراضي لهذه الشريحة وهو نفس تخطيط الشريحة السابقة التي قمنا باختيارها. ولترك التخطيط الافتراضي كما هو، نقوم بإغلاق اللوحة Slide Layout. والآن نقوم بإدخال عنوان لهذه الشريحة وليكن Contact Us، ويتم إضافات كتابات للشريحة الجديدة بنفس الخطوات التي تعرفنا عليها. وإذا أردنا فإنه يمكننا إنشاء عدة شرائح جديدة داخل العرض بنفس الطريقة السابقة.